اهلا يا فنانين، ازيكم؟ عارفه اني طولت عليكم كتير لما نزلت بالفيديو ده، بس بحاول اني انا اغير شويه من ستايل المونتاج بتاعي. احاول اخلي فيه اكتيفيتي كده او يكون فيه شويه حيويه، بس مش عايزه اطول عليكم قوي. انا عارفه ان اوريدي الفيديو طويل، بس فيه تفاصيل كتير قوي للناس اللي عايزه تعرف اكتر عن درجات البشره وازاي بنرسم حاجه واقعيه. النهاردة اللي هنرسمه هيكون عين، بس في تفاصيل كتير قوي هنتعرف عليها جوه رسمة العين. فخليني اعرفكم على السكتش بتاعي ودرجات البشرة اللي انا بعتمدها وبتكون اساسية معايا في الوان الخشبية اللي هي الفابر كاسل بوليكروماس. مش هطول عليكم كتير، بس خليني اعرفكم على لون والدرجات بتاعته، عشان نعرف ان كل لون كل درجة من درجات اقدر اطلع بيها درجات كتير قوي. وده بيعتمد على فكرة الطبقات اللي دايما بنشتغل بيها، وكمان بيعتمد على قد ايه انا دمجت وخفيت مسام الورقة بتاعتي. فانا دلوقتي هبدأ استخدم لون وهكتب لكم اسم اللون وكمان رقمه. بس اصلا مش كل الناس تعرف اسماء الالوان بالطريقة دي، بس الاغلب بيكونوا حافظين الارقام او الى حد ما حافظين الارقام عشان لما يرجعوا يشتروا الالوان تاني، او لو عايزين يعملوا كونتنت مثلا زي اللي احنا بنعمله دلوقتي محتوى، وعايزين يوصفوا للناس يعملوا فيه ايه بالظبط، او يشتروا اللون اللي انا استخدمته دلوقتي ده اسمه ايه او رقمه كام، عشان انتوا تقدروا تجيبوه زي ما انا استخدمته وجبته. مش هقول لكم ان انا ليا مرجع مثلا او حد معين اتعلمت منه درجات البشرة، لان انا الحمد لله درست الموضوع ده، بس كنت دايما عندي التأمل بيخليني كتير اعرف كويس قوي كل بشرة ممكن تحتاج درجات ايه، او مية اللون اللي موجودة في المكان ده او المساحة دي لون ايه. يعني مثلا في البورتريه او الصورة اللي وجه شخص معين، احيانا جدا بيكون في مية اللون بتاعتها اخضر، في مية اللون بنفسجي، في مية اللون بينك، في مية اللون احمر، في حاجات كتير قوي. فالفكرة ان انا يكون عيني شبعانة. الفكرة مش في ان انا درجات معينة بارقام معينة بلتزم بيها، على قد ما هي عيني شايفة ايه موجود في البورتريه. اللي عينك تشوفه موجود في البورتريه استخدمه. يعني لو شفت في المكان ده لون اخضر، فيروزي، احمر، ازرق، اخضر، اصفر، اي لون انت شايف ان اللون ده او الدرجة دي محتاجها في المساحة دي، اشتغل بيها على طول. بس نصيحتي هنا هتكون حاجة واحدة بس، ان وانا دايما بشتغل اني اكون درجاتي على الهادي خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى اني اشتغل طبقات فاتحة خالص، ولما احس ان انا محتاجة زيادة ابدأ اتقل او اغمق. يعني مثلا في درجات البشرة الشقرة غير درجات البشرة انا بسميهم كده. في درجات بشرة ينفع لها شعر اصفر، او ان شعر البشرة نفسه حواجب ورموش كده تكون صفرة. في درجات حد ابيض بيبقى شعره اسود، او رموشه سودة قوي، او احمر شعره احمر. فكل درجة بشرة منهم، او درجات الافريقية والاسيوية والناس دي كلها، درجات البشرة كل نوع منهم بيكون في مية أساسية موجودة في البورتريه نفسه. إما بأسس مثلا بأخضر، بأسس بروز، بأسس ببيج، بأسس بأصفر، حسب أنا هشتغل إزاي. وده أنت ترجع له لعينك هتشوف إيه في البورتريه ريفرنس اللي أنت المفروض بتشتغل منه. تعالوا أعرفكم كمان على ألوان البان باستل. أنا بشتري دايما الألوان الغالية بشتريها بالقطعة، يعني بشوف الدرجات اللي أنا محتاجاها بس بشتريها. زي الوان الفابر كاسل اللي هي البوليكروماس، هي اوريدي غاليه، فانا ما عنديش امكانيه ان انا اجيب علبه كبيره. وانا طبعا لو جبت هجيب اكبر علبه في الكون عشان عيني كده تشبع واتبسط بيها. بس انا بحب ان انا اشتري الدرجه اللي انا محتاجاها. يعني عامله مجموعه دي لمجموعه البشره، ده ايه بورتريه بشتغل بيها البورتريه. ممكن اشتغل بيها في حاجه تانية، بس الاغلب بيبقى شغلي ليها البورتريه. نفس ده عملته بالظبط في البان باستل. البان باستل ليها بديل زي ما كتبت لكم من شويه، وبديل بتاعها في فيديو على اليوتيوب ازاي بنعمله عندي على القناه، ازاي بنعمل اللون وازاي بنحتفظ بيه وازاي بنستخدمه. البان باستل يا جماعه انا جايبه منها ال3 درجات دول بس، بحيث ان انا اقدر اوفي درجات بشره مختلفه.
والالوان الخشبيه تساعد معايا في النتيجه اللي انا محتاجاها. لو حبينا ان احنا نشتغل بان باستل وكمان معاها باستل اصابع، تمام جدا، مفيش اي مشكله، هي مش هتقول لنا اي حاجه. لو عايزين نستخدم الباستل الاصابع مثلا اساسي ونشتغل فوقيه بالباستل الخشبي وندمج بسفنج او ببراشز، اتس اوكي. في كل الحالات النتائج هتبقى هايله جدا. وطبعا زي ما احنا متعودين السكتش بيكون باي درجه. برافو، بفتح درجه من درجات البشره اللي انا بستخدمها، عشان كده انا استخدمت الروز وبدأت أسس بيه السكتش بتاعي ورسمت الرسمة بتاعتي، وهتبدأ توضح دلوقتي لما أضيف ليها درجات مختلفة. طبعا أنا هأسس بالبان باستل وهستخدم أفتح درجة برضو عشان أسس بيها، وبعد كده هبدأ أشتغل بالغوامق عشان أعمل الكونتراست بين الغامق والفاتح، وأبدأ أجسم المساحات. السفنجة احسن في من البروشز بتاعت الميك اب في البان باستل لسبب بسيط قوي، ان السفنجة تقريبا بتاخد كمية معقولة قوي من البان باستل وتحطه لك على المساحة اللي انت محتاجها زي ما انت بتستخدم بالظبط. لكن البروش بتاخد شوية بودر زيادة، او الشعر بتاعها بيكون يعني بيخدش كده الباودر بتاعة البان باستل، فبيطلع كمية اكبر من اللي ممكن تكون محتاجها في المساحة دي. يعني انا بشوف ان هي بديل ارخص للسفنجات، لان الاسفنجات غالية كأداة كتول، ولو فضلت محافظ على البلاستيك وما حصلهاش حاجة بتحتاج ان انت تشتري السفنجات نفسها، وهي اوريدي برضو غالية ومش available في دول كتير، لان البان باستل والادوات بتاعتها دي اصلا امريكية، فمش بتكون متوفرة في دول كتير. بس البديل بتاعها الارخص هو اللي موجود في الفيديو، روحوا شوفوه. تقريبا كده وانا شغالة بدأت أسس كل حاجة، حتى خصلة الشعر اللي انا هشتغل عليها او اللي ظاهرة معايا في الكادر اللي انا اخترته اني اصوره او ارسمه بالالوان الخشبية والبان باستل. هبدأ دلوقتي اطلع الدرجات بتاعتي، وزي ما احنا متعودين هنبدأ بالدرجات الفاتحة، هشتغل بيها على الاماكن بتاعتي وهعمل بيها تظليل، وتكون دي الطبقات الاولى. هشتغل شوية في اماكن بالاورنج او الهافان، وبعد كده هشتغل بالروزين.
ما تعملش بقى شغلك في البورتريه على انه ستيبس او خطوات، على قد ما انت تركز على انه انا حاسس اني عايزه استخدم الدرجه دي هنا، هتنجزني وهتطلع لي النتيجه اللي انا محتاجها. بس اهم حاجه ما تخاطرش بالدرجات الغامقه، خليك دايما حذر في انك تستخدمها بدرجات فاتحه او خفيف خالص لحد ما تتاكد انك بالظبط هو دي الدرجه اللي انت عايزها في المساحه دي، عشان ما تغمقش زياده عن اللزوم وتضطر تقف قدام الرسمه مش عارف تمسح ايه او ازاي. بياض العين دايما بيكون في مية لون تاني، اما بدمجه بابيض او بدمجه بيج حسب اتجاه الاضاءة اللي موجودة في الصورة بتاعتي، بلس ان هو ممكن يكون في مية من البلو او اللايت بلو او البيبي بلو ازرق فاتح خالص، او مثلا فيروزي شوية، او مية من الجرين. وده برضو هيرجع لطبيعة الريفرنس او طبيعة العين اللي انا بشتغل منها، وكمان طبيعة الإضاءة اللي موجودة على العين أو الكادر بتاعي.
وعشان انا بحاول اوصل لمستوى عالي شويتين 3 من الواقعية، فبحاول اني اركز كويس قوي ان كل مساحة تاخد اللون والتفاصيل المظبوطة ليها بالظبط عشان يديني نتيجة في النهاية واقعية على قد ما اقدر. في مساحات هدمجها بالبيج، في مساحات هدمجها بالابيض، في مساحات هدمجها بالروز او الاورنج، وده هيرجع لحسب المساحة نفسها الاساسي بتاعها ايه، وهي غامقة ولا فاتحة. فنان العين حبيت اعكس واوريكم الطريقة التانية المختلفة شوية في اني اشتغل بالالوان الخشبية، وهي اني ابدأ بالاماكن الغامقة او بالدرجات الغامقة من اللون بتاعي. انا اسست معايا هنا ظل الجفن اللي من فوق على نين العين والتفاصيل اللي موجودة جواه، وبدأت استخدم الدرجات الغامقة مع الفاتحة وادمجهم الاتنين مع بعض بحيث ان انا اوصل للشكل اللي موجود في الريفرنس بتاعي. حبيت ان انا احبر هنا بؤبؤ العين او انسان العين من جوه بالاسود عشان يديني النتيجة اللي انا محتاجاها في الرسمة بتاعتي، ان هو يكون واضح قوي وقوي. وده طبعا يرجع لدرجة الاضاءة وهل في حاجة منعكسة جوه نن العين ولا لا. هبدأ استخدم الازرق الغامق والاخضر الغامق او الزيتي عشان ابدأ ابرز تفاصيل جواه، وبعد كده هدمج في الاخر بالفواتح. خلينا نشوف الدرجات. في نوعين اسود انا بستخدمهم، اسود الاكريل اللي هو الاسود الخشبي اللي بيندمج بالميه، والاسود الخشبي اللي هو البوليكرومز. الاتنين بيساعدوني، بس الاسود الخشبي اللي بيندمج بالميه بيكون مطفي اكتر وسواده حلو، فبحتاجه شوية ان انا يعني يديني طافية حلوة كده بسيطة لتفاصيل فيها غوامق اكتر. ده الفرق بين الاتنين الاسود اللي انا بستخدمهم في الفيديوز بتاعتي. طبعا قلم الجل الابيض، وكنا اتكلمنا قبل كده ان في مساحات بوصلها للابيض وبرجع اطفيها شوية تاني بالبيج، وفي مساحات بسيبها ابيض زي ما هي، وده حسب برضو الريفرنس بتاعي، ان عيني تكون على الريفرنس اول باول وانا بشتغل عشان ما يبقاش في اي اختلاف او اي تفاصيل مختلفة عن بعضها. تفاصيل بتكون موجودة على الجفون كمان، منها ان بيكون في ظلال للرموش، وهنا استخدمت له بني فاتح خالص او احمر حسب اتجاه الاضاءة والظل نفسه واخد درجة عاملة ازاي، ممكن اورنج وممكن روز كمان برضو حسب اتجاه الاضاءة. وبدأت اسس الرموش بتاعتي ببني غامق قبل ما استخدم الاسود،
لان في رموش رفيعه قوي وعليها اضاءه، فمش محتاجه ان هي تكون بلاك قوي. استخدمت قلم التحبير ده، هو مقاسه تقريبا 5 ملي او 3، اعتقد 3 افتكرت، لانه هيديني افكت معين على الرموش، وهيديني رفع قوي للشعرايه لذيذ. في نفس الوقت درجه الاسود بتاعته هيديني الاحساس اللي انا عايزه اوصله من الماسكارا اللي هي حطاها في الرموش بتاعتها. احساس لذيذ، تكتلات شويه في الرموش او الشعرات بتاعت الرموش متكتله في بعض الاحيان بسبب الماسكارا اللي هي حطاها، فهيساعدني فيها القلم الحبر وكمان القلم الاسود البوليكروم. هزود هنا تكتلات شوية كمان بالقلم الحبر على الرموش مع الانعكاسات بتاعتها، وممكن شوية قلم ابيض كمان يساعدني شوية في لايتس موجودة على الرموش. الحواجب عملت لها البيزك تون ببان باستل، بس دلوقتي انا محتاجة اشتغل عليها بالبيج ده، درجة البيج الزيتي دي، عشان ابدأ اعمل شعرات متناثرة حوالين الحواجب. شكرا يا قطة، خليني اكمل. طيب وبدأت استخدم البني الغامق الاول عشان اسس بيه، وبعض من الشعرات بتاعت الحواجب هستخدم عليها الاسود الغامق. استخدمت درجتين بني غير البيج الزيتي، وكمان الاسود بني محمر، بني دارك براون اللي هو الدارك خالص المسود شوية، وكمان اسود وبيج او زيتي شوية.
وهبدأ اني اعمل تكتلات الشعر، وطبعا حسب ما احنا دارسين ازاي بنرسم الحواجب بتاعة الشعر، بلس ان عندي ريفرنس برجع له عشان اخد منه الستبس او اخد منه بالظبط شكل الشعرات بتاعتي. خلصت بسرعة الرموش، ما كانش فيها تفاصيل كتير، بس كانت فيها تكتلات لذيذة، وهبدأ أكد على التكتلات الغامقة اللي فيها. وبعد كده اشتغلت في الخصلة بتاعة الشعر اللي باينة معايا. هي عاملة الشعر بتاعها او الموديل الشعر بتاعها فيه هايلايتس، يعني هو براون بني، وفيه هايلايتس بلوند اللي هي الاصفر الاشقر. فهبدأ ان انا اعمل اللي باين معايا في الكادر، هبدأ اني اظهره دلوقتي بالخطوات. شوية هستخدم هعمل بس الظل بتاع الخصلة على البشرة، وبعد كده هبدأ في الخصلة نفسها. طبعا في الخصلة نفسها استخدمت البني الغامق والبني المحمر وكمان البيج عشان ابرز الخطوط البلوند اللي موجودة على او الخصل البلوند اللي موجودة في الخصلة بتاعت الشعر اللي ظاهرة معايا. وكمان انا اوريدي عندي بيزك تون عاملاها بالبان باستل الفتحة اللي تحت دي، فهتساعدني برضو اني اوصل لدرجة بلوند كويسة متبقاش فاتحة زيادة. هبدأ اعمل شعرات متناثرة بسيطة بالقلم الجل الابيض عشان يظبط معايا الاضاءة على الشعر.
شوية شعرات متناثرة بره الخصلة خرجت على العين او الكادر بتاعي اوريدي. هبدأ اني اعملها بدرجات بني وكمان من الخط الابيض، وبعد كده تكون انا خلصت الرسمة بتاعتي. تفاصيل فيها كتير، وقت الفيديو كان طويل، بس اتمنى ان انتوا تكونوا خرجتوا منه فعلا مستفادين، وخرجتوا بمعلومات كويسة، وخدتوا خطوات كويسة تساعدكم كتير في ان انتوا تبدأوا ان انتوا ترسموا بورتريه واقعي، او تعرفوا ازاي الفرق بين الرسم الواقعي والرسم المش واقعي. متنسوش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. مع السلامة يا فنانين، هتوحشوني.